حطينا فيها البصلات، حطينا شوي من زيت العامر، قلبناهم. صار عندي تقريبا، هي شوفوا كيف ذبل البصل تقريبا قبل الكرمله بشوط. الان بنضيف بعد البصل الجزر. سمير بتحب تحرك حرك. حاضر عادي، ما عندنا مشكله. والله تؤمر. ها بنضيف ربع ملعقه صغيره من الكركم. طلعوا قديش؟ هيا ربع ملعقه صغيره من الكركم. مالك مدقر على السلافه هاي؟ لا لانه سؤال هذا. حلو الكلام؟ اكيد حلو الكلام. طبعا دقر لي على ربع ملعقه من الكركم. منتجات نبيل مش بس منتجات عاديه، بنضيف عليها ايش؟ الفليفله حمراء. الان نيجي من مونه. يا سلام على مونه، يا سلام على مونه. هيو مرق دجاج مرتب. يلا يلا يلا، شوف يلا طلع، روح. شايف؟ يا شوف سلام، انتاج اردني محلي امن، اشي مرتب. روعه. والله. طيب يا بعديها عيني من الحبايبنا من الريحان. يا عيني. شوفوا لي كمان ابهار. شم والله، شم. يا الله، العلبه هاي بتحطها زينه في المطبخ. والله. بدنا نكثف الصوص طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبكت. نبدا نضيف حتى ناخذ الكثافه اللي بدنا اياها. طيب بعدين بيجي المرقه هاي تبعت. حرك يا سمسم، حرك يا سمسم. ايوه. الان ممنوع نضيف الكبه الا لما يصير في عندي غليان. اوكي. ليش؟ في بعض الناس مثلا لما يسووا كبه لبنيه او اي نوع كبه بيضيفوها وهي بعدها اللبن او الصوص مش عم بغلي، وهاي مشكله. لازم تكون مي بتغلي. شايف كيف هاللون؟ هاي اسمها على إدامها. فلفل أسود فريش وطازة. من وين؟ من الريحان. أنا عليك. تخيل تغلي كاملة وبعدين بحركها. بسم الله. حط. يا شايف؟ طلع. ما نحرك. ما تقدر تحط ما نحرك الآن. ما تقدر تحط نحط كامل. لا شوي هيك أمهن يعني يا سمير. طبعا هسه بدنا نتركها تقريبا نص ساعة، وبعدين بنقدمها وبنزينها طبق جميل على إدامه. بدنا نسكبها. حطينا عليها عصير ليمون. بس تعالوا شوفوا لي. يا سلام ما شاء الله. بدنا بجيك بس الكبة كيف محشية. ولك تعالي عندي وين رايحة. شوفوا لي. طلع المنظر ما شاء الله. هاي كبة الأرز صارت جاهزة.